قلت كتير في فيديوهات فاتت أهمية الواير اللي بيحافظ على الموتوسيكل من السرقة. الفيديو ده بقى أكبر دليل هيبين لنا إن الواير كان سبب في الحفاظ على الموتوسيكل ده من السرقة بالرغم من قطع الضفيرة. تعالوا نشوف الحرامية في الفيديو ده عملوا إيه. زي ما احنا شايفين ده توك توك جاي من بعيد في شارع عمومي، وعربية راكنة على الجنب كده. التوك توك ده فيه 3 شباب، واحد السواق و2 راكبين وراه، نطوا على مطب فجأة، نطوا ونزلوا من التوك توك. زي ما احنا شايفين اهو، كل واحد بيداري وشه حفاظا على نفسه من الكاميرات ما تصوروش. داخلين الشارع ونشوف بقى التوك توك استنى العيال ده على بعد حوالي مثلا 200 متر. التوك توك راح بعد 200 متر وقف وعمل نفسه عطلان، وميل الموتوسيكل التوك توك كده وقعد يعمل الفرد الكاوتش ويصلح فيها كانه في ايه، لا عطلان مستني الشباب ده يسرق الموتوسيكل او اي حاجه يقابلوها. لو انبوبه بقى، انبوبه بوتاجاز، اي حاجه، بص مش هتفرق. العيال دي دخلت الشارع، يعني هم قاصدين الموتوسيكل. زي ما احنا شايفين داخلين اهو بيأمنوا على المكان. في الوقت ده كان في بوابه في الشارع ده على الشمال مفتوحه اهي، بصوا فيها لربما تلاقي انبوبه، تلاقي اي حاجه تاخدها وانت ماشي. هم دول حراميه نازلين بغرض السرقه، اي حاجه تقابلك في سكتك خدها. بصوا لقوا موتوسيكل، الموتوسيكل ده راكن. قال لك بس من هنا بقى ايه، قرروا ان هم يسرقوا الموتوسيكل ده. وشوش العيال دي واضحه، واحد لابس جاكيت ازرق وتلفيعات بقى عشان ما حدش ايه يشوفهم، واخينا التاني بتاع التوك توك مستنيهم، لو عدوا بالموتوسيكل يبقوا سرقوه وهيمشي عادي. طلع حد يجري وراهم هيحصلوه ويركب التوك توك، يركبوا التوك توك ويجروا. واحد فيهم بقى الجريء بقى اللي هو تخصص بقى سرقه. هنشوف هنا اهميه الواير داخل على الموتوسيكل زي ما احنا شايفين. مش محتاج مسوجر، الجدون سايب بص كده كله تمام، كل حاجه واقفه على السرقه. يعني شايفين اهو الموتوسيكل في فورا، يعني فوري كده طلع مطوته وابتدى يعمل اللي قلنا عليه في كل الفيديوهات اللي فاتت، بيقطع الضفيره. زي ما احنا شايفين بيحاول يقطع الضفيره اهو. هو الجو ضلمه في المكان ده فهو ما خدش باله من الواير، يعني هو فكر ان صاحب الموتوسيكل راكن الموتوسيكل كده بس ومش قافله ولا اي حاجه. بيقطع الضفيره بالمطوه بتاعته، المكنه ميلت منه شويه كده. صاحبه التاني واقف له على الناصيه والتوك توك بتاعهم واقف بعيد قدام. ده بيسلم ده وده بأمن لده، وهي ايه عمليه كده سطو عشان يسرقوا الموتوسيكل ده. طلع صاحبه على الناصيه، بص يمين شمال كله تمام، رفع ايديه وشاور لصاحبه التاني كمل شغلك كله تمام، مفيش حد لا رايح ولا جاي. خلاص قام التاني بقى ايه مطلع مطوته برضو تاني بعد ما كان حطها في جيبه وبيقطع الضفيره. شوفوا بقى يا جماعه اهميه الواير في فيديو زي ده. حمل الفيديو ده من السرقه، يعني هنا هنشوف الثغره. هو كده بيقطع الضفيره، طبعا مسوجر الجدون خلاص ايه ما كانش مسوجر، صاحبه راكن الجدون كده معتبر يعني معتمد على الواير. بيعمل شراره اهو، الضفيره وهو بيقطعها عملت شرار معاه زي ما انت شايف كده. هو فاكر ان الموتوسيكل معاه مكنه آلة هيدور منافله ويمشي. بص حواليه مش واخد باله طبعا من الكاميرا. لحظه سحبان الموتوسيكل، حاول يسحب الموتوسيكل، بص لقى واير مربوط في الفردة اللي وراه. شفتوا يا جماعة؟ قام واخد بعضه ومشي. خلاص فشلت عملية السرقة، انتهى الموضوع، خلصت. فشلت بقى عملية السرقة عشان خاطر الواير ده اللي انا نوهت عليه في فيديوهات كتير وقلت يا جماعة الواير ده هيحميك من السرقة. بصوا لو بوابة مفتوحة هيعمل نفسه ان هو بيفك ميه او يعمل حمام. صاحبه قال له خلي بالك في ناس معديه، قال له انا هعمل نفسي بعمل حمام وبتاع. اداله كده ورا العربيه زي ما انتم شايفين، والملامح واضحه وشوشهم واضحه. بالمناسبه العيال دي اتقبض عليها، ويعني احنا مع بعض وهنشوف الفيديو بالظبط. بيعمل ان هو بيفك ميه واقف على جنب كده. طبعا محاوله سرقه الموتوسيكل خلاص فاشله، هم بدوروا بقى على حاجه تانية، انبوبه بقى
موتوسيكل تاني في اي منطقه، طب توك توك تاني. وبالفعل هم سرقوا، يعني هم سرقوا توك توك تاني في الفتره دي في اليوم ده. يعني انا هقول لحضراتكم هي جايه ازاي. واقف بيفك ميه، طبعا ملامح وشوش، جاكيت ازرق وتلفيعه وجو يعني اهو. رجعوا بقى على البوابه، بص كده في البوابه كده، بوابه مفتوحه. لا بقول لك ايه، يعني بلاش موضوع البوابه ده ونمشي تاني. خدوا بعضهم ورايحين بقى للتوك توك اللي مستنيهم على بعد 200 متر. هيقولوا بقى لصاحب التوك توك بقى العمليه فشلت، يعني كانت محاوله سرقه وفشلت. هنشوف مع بعض كده انا اهو. طبعا التوك توك بقى يعني خلاص واقف على مسافه بعيده وعامل ان هو بيصلح فيه عشان الناس تقف. هم دلوقتي طلعوا خلاص وماشيين رايحين للتوك توك اللي على بعد 200 متر بعد محاولة السرقة الفاشلة دي. طبعا يعني التوك توك هناك اهو، شايفين يا جماعة، والعيال ماشية رايحين للتوك توك عشان يركبوا فيه. وبرضه ما يقسوش من اي حاجة، قاعدين يبصوا في الشوارع يمين شمال، لقينا توك توك عجلة اي حاجة ناخدها، المهم اي حاجة يسرقوها في سكتهم. وصلوا كده لشارع، واحد دخل الشارع جانبي والتوك توك قدامه مستنيهم، وطلع من الشارع تاني ورايح للتوك توك. طيب احنا بقى من هنا بقى يا جماعة في مجموعة شباب كده ولاد حلال شكوا في التوك توك ده. مالك فيه؟ قال له عطلان ومش عارف ايه. الشباب اتلمت، المهم اتشك فيهم، راحوا ورجعوا والكلام من ده. قام واحد فيهم راح يعني على يسرق توك توك تاني غير التوك توك اللي معاهم ده. وبالفعل خد توك توك، فك الضفيره بتاعته، قال الله اعلم سرقه ازاي، وخلاص يعني خد التوك توك ومشي. العيال بقى في نفس اللحظه اللي التوك توك بيتسرق فيها ده اتشك فيهم من مجموعه شباب واتلم حواليهم ناس. انتوا يا جماعه انتوا في ايه المشكله بالظبط، انتوا مالكم كده؟ فيعني كان في شك حواليهم. فقاموا رنين على الواد التالت اللي هو سرق التوك توك، وايوه بقول لك ايه ده، احنا في ناس بيقولوا فاكريننا حراميه وبتاع معرفش ايه. فالولا يعني بعد ما سرق التوك توك خاف يروح لهم يتمسك معاهم، قام واخد التوك توك وخالع. طيب هنا سرقة موتوسيكل وفشلت، لكن التوك توك اتسرق. اتمسكوا بقى شباب يعني اهالي المنطقه دي، فضلوا ماسكين العيال دول ورنوا على المباحث لغايه ما جت عربيه البوكس المباحث وقبضت عليهم. ويعني قصه كده، موضوع كبير. العيال دي مبرشمه، معاهم سلاح زي ما شفنا في الفيديو، وضح بالظبط ان هو قطع الضفيره، والحمد لله يعني اتقبض عليهم. انا بس خلاصه الفيديو ان انا عايز اقول يا جماعه ان يعني اوعى تستهين بالواير ده او بالجنزير اللي انت بتقفله. في لحظه زي دي كان ممكن الموتوسيكل ده يتاخد، مفيش كلام. يعني لو خلاص هو لقى الجادون سايب، قطع الضفيره بيسحب، لقى مفيش خلاص موتوسيكل سوجر في ايه، بص لقى الواير قام سايبه وماشي، هيسرق حاجه تانية. يبقى انت اقل الخسائر انك خسرت ضفيره. الضفيره هتروح زي ما شفنا، شايفين قدامنا الضفيره ده منظرها اتقطعت بالكامل. يعني قطع الضفيره خلاص كده، قطع فصل الكهرباء عن المكنه كلها وعايز يسرقها ويمشي. اقل الخسائر بقى انك تعمل ضفيره ولا المكنه كلها تتسرق؟ لا. يبقى احنا كده يا جماعه اهميه الواير مفيش جدال يا جماعه. اتكلمت في فيديوهات كتير عن موضوع الواير ده، له اهميه كبيره جدا في الحفاظ على الموتوسيكل بتاعك. تصجره بقى، تربطه في معرفش ايه، منه فيه تربطه حتى في الفرده ان هو ما يمشيش ما يتحركش ما يعملش اي حاجه. اوعى تقول لي هشيل بيجو، اوعى تقول لي هشيل مش هحط بنزين، هيسحبه ويمشي ويدوروا قدام شويه. يعني مفيش حاجه اسمها ان انا مثلا هتعطل تدوير الموتوسيكل، هتشيل المنافيلا هتشيل مش، طب ما هيسحبه يبقى يا فرحتي. زي ما واحد بقى شايل المنافيلا خالع المنافيلا كلها ان الموتوسيكل ما يدورش منافيلا، وانت مش لاقي المفتاح يبقى مش هيدور معاك. طب ما هيسحبه ويمشي، ما فيهاش كلام يعني. السرقه يا جماعه، السرقه لازم كلنا نخلي بالنا.
كل واحد يخاف على حاجته. واير معرفش ب 30 40 50 جنيه، ب 100 جنيه يا راجل، ولا الموتوسيكل المكنه بتاعتك تتسرق. يا ريت كلنا نشير الفيديو ده عشان نعرف اهميه الواير حفاظا عن موتوسيكلاتنا، وربنا يعافينا كلنا يا جماعه. استنوني في حلقه جديده. شكرا ليكم، الى اللقاء.